يستعد ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا لخوض بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في اليابان ابتداء من 8 ديسمبر، حيث سيكون المرشح الأوفر حظا للفوز باللقب. يخوض ريال مدريد المشاركة الثالثة له في المونديال، إذ سبق له الظهور في أول نسخة عام 2000 بالبرازيل والفوز بنسخة 2014 في المغرب. ويبحث النادي الملكي عن التساوي مع كورينثيانز البرازيلي بحصد اللقب مرتين والاقتراب أكثر من رقم برشلونة الذي فاز بالبطولة 3 مرات. هذا ويأمل الميرينجي في تحقيق البطولة ليكون أكثر أندية العالم تتويجا بالألقاب القارية والعالمية برصيد 21 بطولة بعدما تساوى مع الأهلي المصري وبرشلونة. ولن تكون المهمة سهلة أمام النادي الإسباني الذي يبدأ مهمته في دور الأربعة، إذ تبدو ضغوط مسابقة الليغا عقبة أمامه في ظل إرهاق اللاعبين. فهل سيكون الفريق الملكي في نزهة على الأراضي اليابانية، أم أن مهمة صعبة ستكون بانتظاره في بلاد الساموراي؟